تحياتي لكل رجال ونساء المسيلة، وعلى رأسهم علامة الجزائر الشيخ مهيا حفظه الله ونصره، وإن شاء الله يكون يسمع فينا إن شاء الله. هذا رجل عنده 50 كتاب في الفقه، 50 كتاب في الفقه. لما سألني إنسان من الريف تاع المسيلة، الريف وما أدراك، قال لي احكى لي في القصة يا شيخ أنا ضايعين وأنا كذا وأنا لا. قال لي دير لنا درس على جهنم. أنا قلت له يعني بكل بساطة يا أخي كيف ندير لك درس على جهنم وإحنا الجزائر أنا عايشين في جهنم؟ هذا هو القصد نتاعي. واحد آخر راح كتب رسالة، هاي كتب رسالة للمسؤولين زعما يقولوا ما كاش منها واش قال الشيخ على المسيلة. المسيلة راهي ما شاء الله رانا روعة، السكن، الماء، الطريق مخدومة. يا أخويا بركة ما تكذب، بركة ما تكذب، اخرج ربي عريان يكسيك، ما تغطيش الشمس بالغربال. نتحداك ولا المسيلة راهي كيما حكيت انت، يعني ما كاش منها. هم سكان المسيلة يحكموا بيناتنا، ما كاش منها باللي في المسيلة ناس يتموت بالعقارب، ما كاش منها. يا خدموهم نهار حبوا يخدموا الشباب قالوا لهم 2000 فرق اللي يجيب لنا عقرب حية و1000 فرق اللي يجيبها ميتة، ماشي خدموكم هكذا. هذا هو تشغيل الشباب، روحوا صيدوا العقارب. ما كاش منها باللي المسيلة الناس يتموت بالعقارب، ما كاش منها باللي كاين احياء بكاملها في المسيلة ما عندهم لا كهرباء ولا ماء. اذا ما تعرفهمش انت وراك تدعي بلي انت وليد المسيلة، نجي انا نوريهم لك ان شاء الله. ما كاش منها باللي المسيلة اي عايشة في الغبار. الناس راهي تمرض بلازم بالربو، لعلها اكبر نسبة ربو موجودة في الوطن. علاه؟ بسبب وجود الغبار في الطرقات ما هيش مخدومة، السكنات ما هيش مخدومة، الناس يتموت بالعقاب بالحنوشة. هذه حقائق. البطالة ما كاش منها، البطالة في المسيلة تروح تكتب للمسؤولين ما كاش منها واش قال لكم الشيخ. انا ما شاء الله قال لك نديروا بيتيسيون باش نبينوا باللي الشيخ غلط في حق سكان المسيلة. معاذ الله اني انا كنت نقصد سكان المسيلة الشرفاء الطيبين والشريفات والطيبات، انا كنت نقصد سوء التسيير، ولذلك تبعوا الحصة. انا قلت سوء التسيير دخل الناس الى جهنم قبل جهنم. احنا العاصمة هنا تنقطع الكهرباء، العاصمة تنقطع الكهرباء والناس يباتوا في الظلمة. ولذلك لما ذكرت المواصفات بين ما نعيشه وبين جهنم انا وجدت نفس الصفات، الا ان جهنم هي جهنم والدنيا هي الدنيا. قلت لكم جهنم فيها الظلام واحنا رانا نباتوا في الظلام، جهنم فيها الضيق واحنا رانا نباتوا في الضيق، بيتو كوزينة 10 15 واحد. جهنم فيها العقارب والحيات واحنا الناس يتبات مع العقارب والحيات والطبات والخنازير. دوك ويلا انت لازم نتفاهموا، ويلا انت لاباس بك والحمد لله وولدت مغرب في فمك وتعبص القفله ادهان السير يسير، انت اذا راك لاباس بك احمد ربي، بس ما تروحش تكذب على المسؤولين. والله العظيم غير امثال هؤلاء، هذا العمامات الخداعه الكذابه، هذول يخدعوا بزاف مسؤولين. شحال من مسؤول يحب يخدم يجوا هذا الكذابين هما يكذبوا عليه. الحاله راهي لاباس، الناس ما شاء الله، ما عندناش بطاله، ما عندناش ازمه سكن، عندنا الماء. لا عندك الجازوز او يجيك حمود بوعلان في العين، زيد طورها قول او يجينا الجازوز في العين، او عندنا ريحه في بيت الخاله. وين رايحين بالكذب؟ واجهوا، قولوا الحقيقه، قول الحقيقه، لان الحقيقه هي اللي تسلك الجزائر ماشي الكذب. شحال من مسؤول يروح يزور حومه يديروا له طابي احمر، يجيبوا له السجر، تعرف شنو السجر؟ شجره يلصقوها له يا عباد ربي، الورد يغسوه له، يسقموا له الحاله كاع ما شاء الله. يروح يشوف الحاله ما شاء الله، يدخل بيرو تاعو فرحان، يتلاقى مع المستشارين يقول لهم الحومه فلانيه راهي روعه، يا وش بيكم يمشوا على الطابي الاحمر، عندهم الورد، عندهم الزواوش، عندهم الجنان، الماء مدفق، الحمد لله راني خدمت شعبي. وهما هذا النوع اللي يخدعوا فيه، هذا النوع اللي يبعثوا البراوات يروحوا يكذبوا على المسؤولين، يخدعوهم. يا مسؤولين اتقوا الله، ويا شياتين اتقوا الله تانيك. لازم تسمعوا هذا الكلام. زعما سيدنا قال لك باللي الشيخ او يطعن في سكان المسيلة، نتحداك روح نحي الغبار من المسيلة، روح. يعني لما تحدثت عن الحالة الكارثية التي تعيشها ولاية المسيلة وضواحيها، حاول بعضهم تأويل كلامي حتى وصل بعضهم يعوذ بالله، وين وصلها؟ قال لك الشيخ أعوذ بالله، قال لك ينكر جهنم.
قال لك أو يقصد جهنم جاية في الجزائر. يعني هذا كلام يقوله عاقل. أنا أنكر معاذ الله أن أنكر جهنم، وإنما أنا ذكرت أن بعض أوصاف جهنم موجودة عندنا في الجزائر. الناس راهي عايشة في جهنم قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة أكو عايشين في جهنم قبل يوم القيامة، وهذه خطيرة جدا. لأن أكو شتو المواطنين يوميا يغلقوا الطرقات. علاه؟ ما عندوش الكهرباء. ما لما يجي الكهرباء يقطعوا لنا الماء، نهار يطلقوا لنا الماء يقطعوا لنا الكهرباء، نهار يطلقوا لنا تجي الكهرباء يقطعوا لنا الغاز، نهار يجي الغاز ينقطع الماء. الثلاثي قاعدين يتلعبوا لنا ثلاثي. العب انت، اطفي هذه اشعل هذه، طفي هذه اشعل هذه، طفي هذه اشعل هذه. والشعب الاعصاب تاعو راهي تتحرق. وانتم تعرفوا باللي الشعب الجزائري يزيد مقلق، يزيد مقلق، ماشي حتى يكبر يولي مقلق، في كل شيء ما يكون مقلق. يا اخي شوفوا شحال من مرة تقول لك كي تكون حامل تشوف الرجل تاع وليدها يكون يضرب بالدبازي بالكتبيات في كل شيء، ما تجاره والدبازي والكتبيات. علاه؟ لان المرأة الجزائرية كي تكون حامل تبدا هذه قهوة كحلة، ابعث لهذا الجاني المسكين او يشربوها قهوة كحلة وفي عمره شهر ولا شهرين. زيد ديري قرن حار في الجواز، ابعث لهذا الجانين هاو زجه قرن حار. زيد كل انت قرن حار في عمرك 4 شهور. زيد الدرسة، شتو الدرسة؟ ديروا الفلفل الكحل والكروية وخلطها في القدرة، وحنا قاعد يديروا الدرسة، ما كاش عائلة ما يديروش الدرسة. زيد وكل هذا الحامل، ابعث لهذا الجانين في عمره 4 ايام يا عباد ربي، 4 ايام هاي جاتو القهوة الكحلة والقرن حار والدرسة، ويعشي يخبط ويما فرحانة. يما تقول الله يبارك الله يبارك، شو وليدي ويضرب شو الله يبارك، هاي رجلو هاي يدو ها راسو، ويبدا داخل كرشي يما يضرب براسو بيديه برجليه. ومن بعد يخرج الجزائر. كي يخرج الجزائر تبدا يشوف باباه مقلق، يماه مقلقه، خو الكبير مقلق، ويبدا يكبر مقلق. ومن بعد يبدا القلق، سنه اولى سنه ثانيه سنه ثالثه، اكبر 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 اكبر. ومن بعد الخدمه العسكر، روح الخدمه العسكريه، اخرج لازم تدبر دار، لازم تصيب خدمه، لازم تتزوج، لازم كذا. يعني الشعب. وزيد انت اقطع له تريسيتي واقطع له الماء واقطع له الغاز، ويزيد يجوا ناس كيما هادو يكتب للمسؤولين الى السيد المسؤول. وش هو يقول لكم شيخ شمس الدين ما كاش منها. والله يا اخي غير هذا اسلوب قديم واسلوب رخيص. علاه؟ لان المسؤولين تاعنا اليوم هم لو يفيقوا يعرفوا اللي يشيت من اللي ما يشيتش على بالهم. اذا انا نعاود نقول تحياتي ودعواتي وحبي لاحبابي واصدقائي وناسي واهلي سكان المسيله